اللقاء رقم 112 بين الملعب التونسي والترجي الرياضي كان في الحقيقة بأهداف مختلفة. الملعب التونسي من أجل تحسين الترتيب، والترجي الرياضي اللي كانت تكفيه نقطة وحيدة للتأكد رسميا من حصوله على لقب البطولة، وكذلك تحضير مباراته الهامة لحد المقبل ضد تي بي مازيمبي في نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. بداية اللقاء كانت في الحقيقة بطريقة محتشمة، لا الترجي مشى للهجوم من البداية ولا الملعب التونسي استغل أنه منافسه يلعب بثلاثة مدافعين في المحور. كما ذكرنا منذ البداية نبيل تاسكو في التحليل الفني لهذه المباراة والترجي، وبقينا نستناو حتى دقيقة 23 باش نشوفوا أول فرصة مخالفة للملعب التونسي. أسامة السلامي كورته ما كانتش بعيدة. الترجي في الحقيقة ما لقاش الحلول، وحتى المحاولة الفردية والمباغتة من يانيك تصدى لها الحارس جاسم الخلوفي. بعدها هفوة كبيرة من معز بن شريفية، الكرة توصل أسامة السلامي اللي يسدد وحارس الترجي في الموعد. كان واضح أنه غازي الغرايري درس مليح دفاع الترجي، الضغط يكون من المهاجمين وأوروك بمفرده ياخذ وقته في التسديد، والبقية هدف أول في شباك بن شريفية تنتهي على إثر الفترة الأولى. وافتتاح النتيجة اللاعب النيجيري أوروك. حكيت منذ قليل يحكي معنا الانترونور هذا كل صار في التيران، وان شاء الله نكملوا اخر ماتش كما بدينا ميتون. انا استاذ كنت تلعب ماتشات كما اليوم راهي تلعب المراتب الاولى في الشامبيونات من شيء كانت كم تلعب هكا مادام في الشوط الثاني مدرب الترجي نبيل معلول يغير التكتيك ويختار التغيير منذ البداية. الجزائري يوسف البليلي ما كان شمام، بالمنصوري ولي كظهير ايسر، وزوز لاعبين فقط في محور الدفاع. تغيير البليلي كاد يعطي نتيجة منذ دخول هفو من مدافع شهاب العوني، الجزائري وجه لوجه والتصدي من الخلوفي. الضغط يولي من جانب الترجي. دقيقة 63 توزيعة من يانيك، الخلوفي سيب الكرة، التسديدة في مرة أولى من البليلي ثم المولهي والراقد، ودفاع البقلاوي يستميت. المباراة ولات هجمة بهجمة، فرصة خطيرة للبقلاوة، تمريرة في العمق من مروان تاج للسلامي اللي سدد بالساق اليسرى، والكرة تصطدم بالقائم الأيسر وتضيع فرصة إضافة هدف ثاني. ثم تسديدة من حليم الدراجي والتصدي من بن شريفية. ضغط الملعب التونسي خلى ملاعبية الترجي على أعصابهم، والنتيجة ورقة حمراء لهداف البطولة يوسف المساكني بعد تدخله على حمدي المبروك. الترجي ولا يلعب نقص عددي، وغازي الغرايري دخل هيثم بن سالم مكان أوروك. بن سالم اللي في أول لمس للكرة يسجل بطريقة ممتازة، وتولي النتيجة 2-0 للملعب التونسي في دقيقة 76. الترجي الرياضي حاول العودة في الدقائق اللي مازالوا، يانيك في وضعية ممتازة يضيع فرصة تذليل الفارق. بعد الفرصة هذه الملعب التونسي ديما في الهجوم، عمل كبير من بن عمار، التوزيع كواسي بمفرده في القائم الثاني يثلث النتيجة للبقلاوي. النتيجة تولي 3-0، والترجي بحث على الأقل على هدف تذليل الفارق اللي جاء في اللحظات الأخيرة وليد الهيشري. وهكا توفى المباراة على انتصار الملعب التونسي 3-1، انتصار غاب على أبناء باردو من أوت 2009. في المقابل الترجي الرياضي التونسي أكد رسميا من حصوله على لقب البطولة للمرة 24 في تاريخه وللمرة الرابعة على التوالي. ملغري ديفيت غير منتظرة، الترجي بطل. والله بطل من الجمعة اللي فات. ديفيت سي نورمال، شو مش بالساهل راه باش نقعد كونسونتري 12 شهر. الناس الكل تعرف شو البطولة هذه قداش طويلة، فريمون تعبنا مونتالمون على الاخر، فهمت. فما شوية ريلاشمون خاطر تعدينا الفترة الأخرى ماتشات ورا بعضهم وبرشا ستريس، دونك سي نورمال باش يصير ريلاشمون. توا الحمد لله اللي الترجي بطل وحضروا ماتش الجمعة الجاية، سي سور اللي ما كنتش تشوفوا الاسبيرونس هذايا معناها. الحمد لله تعبنا عليها برشا الشامبيون هذايا، شفتوا للاخر ما نعرفش انا، كل نهارين يكلمونا يقولوا لنا مازال الشامبيون
يلزمنا نكملوا الشامبيون تاع العام الجاي باش نهزوها توتالمون ان شاء الله. يا ربي توا زيناها الحمد لله. الشامبيونز ليغ توا مازال مازامبي ان شاء الله ربي معنا. اللي اطول بطوله هذه صارت في التاريخ ظهر لي. دونك الحمد لله وفقنا ربي في الاخر باش نهزوا البطوله هذه اللي هي الرابعه على التوالي، و25 بالنسبه لتاريخ الترجي اللي هي معناتها حاجه كبيره برشا. نهديو بيان سور قبل كل شيء للمرحوم سي شادلي معناتها اللي المدب اللي شقيق سي حمدي اللي نطلبوا له الرحمه. بالمناسبه دي نهديو له معناتها ترحما معناتها اللي هو البطوله هذه. وشفت حتى في الفرحه ما فرحناش برشا خاطر يعني احتراما للروح نتاعو. في الترجي قاعدين نعملوا باستراتيجيه واضحه، ببرنامج واضح، باستمراريه واضحه اللي خلات كونه الترجي الرياضي التونسي معناها اون فوا كلير، معناها ماناش غدوه نعرفوا شنو مطلوب منا، والشهر الجاي شنو مطلوب منا، وفي الميركاتو الشتاء شنو مطلوب منا، والعام الجاي شنو مطلوب منا. عندنا برنامج واضح. اون باس الشامبيونز ليغ تو ان شاء الله نهار الاحد نكونوا في الموعد ونعملوا مباراه خير من المباراه اللي عملناها اليوم. الترجي حاجتها بنول ستة تونيزيان تلعب بور الفير بلاي فينالمون تقدم مقابله من مستوى عالي وتربح بطل تونس. ما نجموش نتكلموا ونقولوا على الملعب التونسي احترام الميثاق الرياضي، هذاك واجبه. الملعب التونسي يلعب دائما معناها باش يحافظ على سمعته، يلعب باش يحسن مركزه. الملعب التونسي كان مرتاح اكثر من الترجي الرياضي على المستوى الذهني، لأن الترجي الرياضي اكيد انه الاذهان موجوده في تشامبيونز ليج، اكيد انهم يفكروا في مباراه الاسبوع القادم. اكيد بعد ما طمنوا على البطوله فما ريلاشمون مونتال، هذا معناها اكيد. كومسي كانك قاعد تدافع على الهزيمه تاع الترجي هكا؟ لا مش ندافع على هزيمه الترجي، لكن ما خليتنيش نكمل لك باش نقول لك. لكن فما استحقاق الملعب التونسي وقت الفريق بطل يلعب بالتشكيله الاساسيه نتاعو في مباراه تتويج. فما استحقاق الملعب التونسي اللي كان منظم وكان واقف مليح وعرف كيفاش يتعامل مع المباراة، وكان عنده الاستحقاق أنه عمل حجم لعب، وكان عنده نسبة عالية من التجسيم اللي غابت علينا في المباريات الأخيرة.